هنتكلم النهارده عن كلمات بنلاقيها في بداية الجمل زي while, as, just as، كلهم كده معناهم بينما أو أثناء. ألاقي الجملة بادئة بآت وبعديها وقت، يعني 8 PM 8 مساء، 8 AM 8 صباحا، وبعدين كلمة yesterday يعني at 8 PM yesterday or last night at 8 AM yesterday or last night. أو لقيت بيديني مدة، يعني from من 5 من الساعة 5 to إلى 7 إلى الساعة 7 AM yesterday أمس، يعني من الساعة 7 ل 5 صباحا أمس. أو all day yesterday طول اليوم امبارح. all morning yesterday, all evening yesterday, all night yesterday، يعني all day وبعدها yesterday. all morning بعديها yesterday، يعني هنا all day yesterday, all morning yesterday, all night yesterday. حلو. شكل الجملة اللي لازم تيجي بعديهم لازم بنسميها past continuous، بنسميها ماضي مستمر. إذا الجملة اللي تيجي بعد while دي لازم تبقى past continuous. عشان نعرف الباست continuous نلاقيه بيتكون من استخدام الفعل اللي مضاف له ing، دي أهم حاجة. بس قبل ما أعرف أستخدم الفعل ing لازم أعرف إزاي أضيف ing. أنا عندي فعل زي arrive، ده آخره إيه؟ إذا الفعل المصدر اللي انت هتضيف له ing لو كان منتهي بالاي، تمام، لازم تشيل الاي وبعدين تحط ing، يبقى arriving كده. طيب لو كان منتهي باتنين اي ما تشيلش حاجه، حط ing على طول. طيب الفعل اللي اخره ie زي die، دي معناها يموت. lie معناها يكذب او يستلقي. طي معناها يربط رباط العنق. في معناها يتنافس. كل الافعال الاربعه دول بينتهوا بالاي اي. الفعل اللي بينتهي باي اي بقى لما تيجي تحط له الاي ان جي اوتوماتيك انت بتحول الاي اي دي الى واي، يعني لازم تحولها لواي. هتبقى ايه؟ ادي داي كده اهو، وبعدين تقوم حاطط الاي ان جي داين كده، يبقى arriving, seeing, dying كده. يبقى هنا هتبقى ايه؟ lying, tying, vying كده. طيب هنا الفعل بينتهي بحرف ساكن، والحرف الساكن ده قبليه فاول متحرك. يعني ايه متحرك يا علاء؟ يعني حرف بيساعد على نطق الكلمة. يعني هنا الاي، اي، او، يو، ايه، الخمسه دول بنسميهم فاول متحرك. يبقى اذا الكلمه بتنتهي بحرف ساكن قبليه حرف متحرك. الحرف الساكن هو اي حرف غير الخمسه دول، يعني الاي متحرك، الاي متحرك، الاو متحرك، اليو متحرك، الاي متحرك. الحرف الساكن اي حرف غير الخمسه يعتبر ساكن. اذا الام دي ساكن، يبقى الفعل لو انتهى بحرف ساكن قبليه حرف متحرك لازم تضعف الحرف الساكن مره وتقوم حاطط الاي ان جي، يبقى سويمينج. طيب نفس الفكره اهي، هابن اخرها حرف ايه؟ ساكن، الاي الان وقبليها الاي متحرك، يبقى لازم نضعف الان مره ونحط الاي ان جي، هابينينج كده. طيب الفعل بقى اللي بينتهي بواي وقبلها حرف ساكن، او واي وقبلها حرف متحرك، ما تشيلش الواي خالص، تحط الاي ان جي وانت مغمض. يعني استادي هتسيب الواي وتحط الاي ان جي، مالكش دعوه بقى ايه ان نشيل الواي، لا ما بتتشالش الواي خالص. اذا الواي لو الفعل انتهى بواي وقبلها حرف ساكن بنسيب الواي ونحط الاي ان جي. لو الفعل انتهى بواي قبلها حرف متحرك بنسيب الواي ونحط الاي ان جي. playing كده. طب ده هيلب هنا بقى، ده حرف ساكن اهو بس قبليه ال بقى حرف ساكن، يبقى حرف ساكن وقبليه حرف ساكن، ما نضعفش بقى هنا البي. يبقى في الحاله دي اقول ايه؟ اقوم حاطط الاي ان جي وانا مغمض اهو. انا كنت هغلط واحط ايه واضعف البي.
يبقى helping كده على طول. إذا أنا هنا عرفت إزاي أكون الفعل المصدر وأضيف له ING عشان أكون الماضي المستمر. طيب الماضي المستمر بقى إحنا اتفقنا بيجي بعد الحاجات اللي إحنا قلناها الكلمات دي. فأنا لو أنا قلت while I يبقى لازم أقول was. إذا while I was arriving، شفت هنا؟ as I was arriving، just as I was arriving at 8 p.m. yesterday I was arriving. تمام؟ at 8 a.m. yesterday I was arriving. at 8 p.m. last night I was seeing. هنا seeing هنا معناها يزور مش بمعنى يرى. يبقى I was seeing my uncle my grandpa أي حاجة. تمام. هنا بقى dying يعني كان بيطلع في الروح يعني all day yesterday he، هناخد بقى he مش معقولة يعني ما بتكلمش على نفسي بقى، هنقول he أو نقول سامي الله يرحمه بقى was كان dying كان بيطلع في روح بيموت. حلو. مثلا she at مثلا from 5 من الساعة 5 to 7 a.m. yesterday she هي was كانت lying tying vying swimming sitting اهي بنضعف التي هنا برضو عشان قبلها حرف متحرك حلو. طيب ممكن نقول مثلا ايه هنا هوت ايه we بقى لما نقول we يبقى ما ينفعش لازم نقول و اللي هي الماضي من are. يبقى while we were اثناء ما احنا كنا seeing بنزور my uncle. حلو. يبقى اذا بعد هنا ايه while جه الباست كونتينوس. انا هقول لك ايه اللي بيحصل دلوقتي. طيب اذا بعد while اهي all morning yesterday نقول ايه بقى you انت وكنت studying بتذاكر. you were ايه studying انت كنت بتذاكر. from 5 to 7 a.m. yesterday مثلا هنقول they هم وكانوا كانوا ايه playing. اوكي. اذا انا عندي دلوقتي ازاي بعد الكلمات اللي فوق دي شكل الجمله ايه لازم اكون حافظه. يعني اقول all day yesterday يبقى لازم الجمله تكون الشكل ده ما ينفعش تبقى شكل تاني. all day yesterday ما ينفعش اقول arrived لازم اقول I was arriving. all day yesterday ما ينفعش اقول I saw لا لازم نقول I was seeing my uncle my cousin كنت بزور زي ما انا قلت لك. طيب مهم جدا بقى تفهم حاجه مهمه ايه هي ان الكلمات دي بقى بيجي وراها الديوريشن الاستمرار. ده الفعل اللي هو ايه اللي كان عمال يستمر ده اللي يحدث ده الفعل اللي كان بيحدث بصيغه مستمره لان في فتره زمنيه احنا قلناها اهو. اثناء حدوث الفعل ده بقى ممكن تحصل افعال تاني صادم مفاجأة. يعني مثلا while I was seeing my uncle وانا بزور my uncle my cousin ابن عمي came اتى. يبقى came هنا فعل صادم ماضي بسيط للفعل come. هو ده الفعل الصدم اكشن الفعل اللي حدث مفاجأة اللي not expected اللي ما كانش متوقع. تمام. while I was seeing my uncle my cousin came. ممكن نقول مثلا the phone التليفون rang الماضي البسيط من ring. اذا الافعال اللي بتحدث اثناء استمرار الماضي المستمر بنسميها تمام sudden action ولازم تكون في الباست سيمبل الماضي البسيط. يعني ايه علاء الماضي البسيط؟ يعني لما اجي اقول هنا اهو تخلي بالك بس معايا all day yesterday طول all day yesterday انا was كنت I was كنت ايه عشان ابقى محترم بقى I was studying كنت بذاكر.
شفت بقى لازم تبقى كده اهو all day yesterday، ما ينفعش اقول I studied، لازم نقول I was studying، فيها duration، فيها استمرار. طيب while بقى while I was اثناء ما انا كنت studying بذاكر، حصلت حاجات تانية، حصلت حاجات كتير. الحاجات اللي حصلت بقى فجأة اثناء الفعل ده، اثناء المذاكرة، لازم تبقى في الباست سيمبل. يبقى while I was studying ايه اللي حصل؟ the phone التليفون rang. اهي rang دي الماضي البسيط من الفعل رينج، يبقى رينج معناه يدق، الماضي منه رانج. while I was studying my friend صاحبي called me اتصل بي. called me اتصل بي، يبقى called هنا ماضي بسيط للفعل call. while I was studying اثناء وانا بذاكر ايه اللي حصل مثلا؟ ايه اللي حصل؟ the light النور went out electricity الكهرباء went out طفت، ودي الماضي من جو، went الماضي من جو. اذا ليه انا هنا بقى دي الافعال دي بنسميها باست سيمبل ماضي بسيط. انا بقى عايزك تخلي بالك من الحاجه اللي انا عايز اقول لك عليها دلوقتي. ايه بقى هي؟ ركز معايا ركز معايا. احنا هنا هنطفي بس اللمبه دي شويه عشان الكهرباء كده. بص يا سيدي هنا اهو اهي وايل، ادي شفت وايل اهي. يبقى ايه اللي جاي بعد وايل دي بقى هنا؟ ايه اللي جاي بعد وايل هنا؟ خليك بقى هنا ايه ناصح بقى. ايه اللي جاي بعد وايل؟ اهي الباست كونتينيوس الماضي المستمر اهي وايل. هكبرها لك شويه اهو اهو. while I was studying شفت الاي ان جي لما دخلت على الستادي الواي زي ما هي ما تتغيرش. حلو. while I was studying for the exam وانا بذاكر للامتحان. بص ايه اللي حصل، شوف ايه اللي حصل اهو. ايه اللي حصل؟ ايوه كده the electricity الكهرباء went out. يبقى went out هنا الماضي منين؟ الماضي من الفعل ايه؟ go out. هل ينفع اقول جو اوت؟ لا ما ينفعش اقول جو اوت. امال ينفع اقول ايه يا علاء؟ ينفع اقول وينت اوت، ودي الفعل السادن اكشن، وده السادن اكشن الفعل المفاجئ. حلو. لازم يبقى باست سيمبل. يعني اهو while I was شفت الديوريشن اهو، ده الديوريشن الاستمرار اهو. while I was studying وانا بذاكر. while I was ما كنت study، يبقى was دي الماضي بتاع قام. while I was وstudying المستمر، يبقى الماضي المستمر while I was studying for the exam. ايه اللي حصل؟ the electricity الكهرباء went out قطعت. يبقى عرفنا الديوريشن. طب خد فعل زي اهو، خد فعل زي جمله زي دي while she was walking وهي ماشيه in the park في المنتزه اهي. شفت while اهي، ادي شي هي، ده الضمير شي اللي هي صاحبتنا دي. was كانت يبقى ده الماضي. walking ماشيه يبقى ده الديوريشن الاستمرار. while she was walking اللي حصل she هي found وجدت. found هنا الماضي من find طبعا بالصدفه، ده الفعل ما كانتش متوقعه. يبقى لازم يبقى ده السادن اكشن الحدث المفاجئ اللي حصل وهي walking. while she was walking the park she found a lost wallet محفظة ايه كانت مفقودة، وقعت من واحد. تعالى مثلا ناخد جملة تانية اهي شفت يا عم احلى انسجام. while they اللي هما الاتنين دول يبقى they while they were watching a movie وهم بيتفرجوا على موفي قاعدين منسجمين، ده الديوريشن ده الاستمرار. يبقى ده الماضي المستمر watching while they were watching a movie. ايه اللي حصل؟ the phone rang loudly. تمام اهي rang او التليفون rang loud وهي طبعا خلاص يابا سرحانه، الحمد لله ان هي سرحانه. حلو. loudly يعني بحس عالي. يبقى رينج هي الباست سيمبل الماضي البسيط من الفعل ايه؟ رينج. يبقى هو ده الفعل السادن اكشن المفاجئ اللي نوت اكسبكتد اللي ما كانش حد متوقعه. تمام. while they were watching a movie وهما بيتفرجوا على الموفي. تعال نشوف دي اهو. بص هنا اهي شوف الديوريشن اهو، ده الفعل المستمر اهو الاكشن اهو. while the family was شفت قلنا العيله كلها كمجموعه كلها نقول was ما نقولش were. while the family was eating dinner
وهم بياكلوا الوجبه الاساسيه. دينار يعني وجبه اساسيه، يعني فيها الهوبر، فيها السمك وفيها لحمه او فراخ او رز او اي حاجه. يبقى كلمه دينار دي مش معناها العشاء، معناها الوجبه الاساسيه بتاعه اليوم اللي العيله بتجتمع فيها وبياكلوا الوجبه الاساسيه، اسمها دينار. ما نقولش العشاء، احنا عندنا بالترجمه في اللغه العربيه بيقولوا لك عشاء، ما اعرفش ازاي، ما علينا. يبقى while اثناء the family was eating dinner، اللي حصل someone شخص ما اهو، بص هنا اهو، نقد خبط. يبقى نوك هنا نوك هنا الماضي من نوك يترك، on the front door على الباب ده. يبقى في شخص خبط عليهم وهم بياكلوا. يبقى ده النقد هنا sudden action، الفعل المفاجئ. هنا حطيناها اي دي عشان نجيب الماضي، يبقى نوك يعني يخبط. النقد هنا لما حطينا لها الاي دي جبنا الباست سيمبل الماضي البسيط منها اللي بيبقى sudden action، فعل مفاجئ اثناء الماضي المستمر. طيب لو احنا جبنا هنا اهو جمله زي ديت اهي فين من الاول خالص اهو، بص يا سيدي يعني while I was talking to my friend، وانا بتكلم صاحبتي in class، اللي حصل the teacher called my name، الاستاذ تمام نادى اسمي. called هنا معناها نادى اسمي. يبقى هنا في duration اهو I was انا كنت، ده الماضي، talking بتكلم يبقى ده الاستمرار، to my friend اللي حصل the teacher called me my name نادى اسمي. يبقى ده هنا sudden action. حلو، نفس الفكره اهو اهي while she was اثناء ما هي كانت cooking dinner بتعمل الوجبه الاساسيه in the kitchen في المطبخ، إيه اللي حصل the fire alarm اللي هو المنبه بتاع الحراره ماله went off، ابتدى ايه went off تن 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 كده معايا ولا لسه went off. حلو، طب يعني انطلق اللي هي الداخله دي اهو، بص دي اهي دي بنسميها كده went off. طبعا غير الكهرباء تمام. وانت اوت يعني ايه؟ وانت اوت دي معناها يطفي، لكن وانت اوف هنا معناها نفس الفكره دي مره واحده كده، اللي هي الماضي من جو. الماضي ايه؟ من جو. طيب هنا اهو while we were traveling واحنا بنسافر تمام تو كايرو، واحنا رايحين القاهره، في ديوريشن اهو while we were اثناء ما كنا traveling نسافر. هنا بقى في حاجه هنا، فعل travel قبليه حرف الاي، والاي هنا حرف ايه؟ متحرك. اللغه البريطانيه بتضعف ال، واللغه الامريكيه بتسيب ال زي ما هو. يعني لو احنا يعني الكلمه دي traveling دي امريكي، حتى انت لما تيجي تكتب كده على برنامج الاوفيس تمام تكتب traveling وضعفت ال يعمل لك غلط، لان البرنامج متسطب باللغه الامريكيه. لكن لو هو باللغه البريطانيه، تعال انت بدل اللغه بقى وخليها لغه بريطانيه، هتلاقي انت بقى لو كتبتها بال واحده يعمل لك غلط، لكن لما تكتبها بقى باتنين ال يعمل لك صح. يبقى while we were traveling by bus، ايه اللي حصل to كايرو؟ the driver slammed on the brake suddenly، فرمل يعني فجأة، يعني حط رجله على البريكس الفرامل ايه suddenly. شفت هنا بقى سلامت اهي الاي دي اهي، ده الماضي، يعني حط رجله على الفرامل فجأة، فرمل فجأة كده. حلو، تعالى اذا احنا هنا خلاص كده تمام، عرفنا ازاي نستخدم الباست ايه كونتينيوس ونستخدم الديوريشن. علم ابنك عشان تعالى نرجع تاني كده بسرعه، نولع النور كده ننوره عشان الناس الحلوه اللي معانا. اوعى تنسى انك انت تقول لعيالك على القناه عشان يذاكروا الباست كونتينيوس الماضي المستمر ويعرفوه. اذا كل الكلمات دي تراجع عليها وتعرف ان بيجي وراها الباست كونتينيوس. انا سعيد انك انت سمعتني، سعيد بجد، شكرا للجميع.